قيس اليعقوبي من هو هذا النخ؟ شكون هذا اللاعب؟ هذا لاعب، لا لاعب كبير لا مدرب كبير، نحبوا نحكيه كوره، لا هو لاعب كبير لا مدرب كبير، حتى شد مساعد مدرب، يمشي المدرب يشد المساعد. هذه القاعده في تونس، وتكررت الحكايه هذه الحقيقه نتاع ربي. هنا نسال المسؤولين كيف يتم اختيار الناخب الوطني؟ يا اخي اللي يجي يشد ليكيب ناسيونال لهالدرجه، سمعه الكره التونسيه طاحت له المستوى هذايا. مانيش نقلل من امكانيات قيس اليعقوبي، ولكن نعرف العباد الكل من غير عاطفه ما عنده حتى شيء، لا في المستوى الكروي ولا في المستوى التدريبي. اليوم الكره التونسيه فقدت السمعه نتاعها على المستوى الافريقي، وهذا شيء مؤكد، وهذا قاعدين نشوف فيه. علاش فقدت؟ من المسؤولين الفاشلين اللي نهار كل هما يحبوا يوريونا اللي هما جهابذه نتاع كره قدم. اليوم تشوف قيس اليعقوب اي واحد يشد ليكيب ناسيونال يبدا يهز علينا في حوايج وتحسوا كي انا زعما راني شديت ليكيب ناسيونال انا نفهم اكثر واحد كوره. ليه يا حبيبي؟ انت هنا ما عندكش، انت حسن توظيف اللاعبين ديجا عندك كارتون حمراء على الحكايه هذه. ما فماش فكر تكتيكي، ما فماش فكر في المنتخب الوطني. طيش الكره واجري كالعاده. شنو عملت انت؟ شنو زدت انت؟ زدت حاجه اليوم، عملت طريقه نتاع خبث. شو عملت؟ زعما هاني انا اونتونور جديد، هاني باش نبدل الحال، ما عيطش للفرجاني والمساكني اللي هو مطلب جماهيري. العباد ما عادش تحب، ما عادش تشوف كيما نقولوا احنا نسخنوا البيت، ما عادش نحبوا نعيطوا العباد هذوما. جا زعما باش يقول والله يعطيه الصحه عيط لوليدات صغار وما عيطش للمساكن. مش هذا مشكله المساكني ولا فرجاني ولا غيره. مش هذه المشكله. المشكله انت كي شديت المنتخب البصمه نتاعك وين؟ بصمتك وين في التدريب؟ فكرك الهجومي وين؟ لو تنجم تشوف الفكر الهجومي وتقول الجوارات هذوما، تقول باش تقول ما عنديش جوارات، لازم نشوف فكرك قبل. نشوفوا الفكر سو تيران والجوارات يا حليل هكاكا، نفهموا اللي انت عندك فكر كروي ولكن الجوارات ما طبقتش.